الإمام الغزالي بيحكي بيقول: وأنا طالب في الأزهر جالي جواب من البلد: احضر حالا. عرفت إن في مصيبة، وركبت القطر وبالي مشغول، وقلبي بيدق بسرعة البرق. وأول لما وصلت البلد لقيت دكان أبويا مقفول. أفكاري اسودت وجريت ناحية البيت، وجسمي بيرتعش وكأني فاقد الوعي. سمعت صوت أبويا نايم على السرير ماسك جنبه بيتوجع، واخواتي حواليه بيعيطوا، ومحدش عارف يعمل له حاجة. عنده مغص كلوي رهيب، الدكاترة ادوله أدوية ومسكنات ومفيش فايدة. أبويا اللي صالب طوله دايما ما بقاش قادر يقاوم. فضلنا على حالنا يوم والتاني، والدكاترة قالوا مفيش حل غير عملية جراحية علشان نطلع الحصوات اللي مسببة الألم في الكلى. فتحت الدكان ووقفت أشتغل، والتفكير مسيطر عليا. فلوس الدكاترة كتير، وخايف لو عملنا العملية ما تنجحش، ولأن عمي قبل كده مات بسبب عملية شبهها. هعمل إيه؟ روحت البيت وأنا مشتت، والهم والغم حصروني من كل اتجاه. ولما شفت أبويا وحالته يوم بعد يوم بتسوء، كل حاجة حوالينا حسيت إنها مش نفعانة، وبدأت أركز على شيء واحد بس: الله، ربنا مفيش غيره. رجعت الدكان وجالي واحد ياخد شوية طلبات، ولما اديتها له قال لي بصوت هادي: ما معيش فلوس دلوقتي. وأقسم لي بالله إنه صادق، وإنه هيسد الفلوس تاني يوم. حسيت بشيء جوايا إنه محرج وما بيكدبش، فقلت له: خد البضاعة هدية مني ليك. بصلي وهو مصدوم ومش مصدق ومشي. أما أنا فقعدت في ركن في الدكان وقلت: يا رب نبيك قال: داووا مرضاكم بالصدقة، فأسألك أن تشفي أبي بهذه الصدقة. وقعدت على الأرض وفضلت أبكي. وبعدها سمعت حد بيناديني من البيت، وكان البيت قريب، فجريت بسرعة ومليني الخوف. وفجأت بابويا بيفتح لي الباب وبيقول لي: الحصوة دي نزلت مني، وكانت أكبر شوية من حباية الفول. بيقول لي: معرفش إزاي ده حصل، أنا ما بقتش حاسس بأي وجع، أنا خفيت يا ابني. أما أنا تاني يوم كنت في الكلية بحضر الدروس مع زمايلي. الصدقة اتسمت صدقة علشان جاية من الصدق، وده لأنها بتثبت صدقك مع الله. ده لو حد حس إن في إنسان صادق معاه ممكن يجيب له الدنيا بحالها، ولله المثل الأعلى. ما بالك برب الناس لو أثبتت له صدق إيمانك؟ أكيد هينجحك ويسامحك ويشفيك من تعبك النفسي والجسدي، ويحول اكتئابك لهدوء، ويبدل ضيقتك بالفرج. طلع صدقة وادع وانت بتطلعها جنيه بس وقول: يا رب. الدعوة وقت الصدقة مستجابة بإجماع العلماء. احنا في عرض أي بصيص أمل وطاقة نور، فاعتبر دي البداية، وأنا واثقة إنك هتحس بتغيير غير عادي في النهاية. سيدنا عمر بن الخطاب بيقول: إن الأعمال تتباهى، فتقول الصدقة أنا أفضلكم. تحياتي.